قرية سنكلي الكردية من عشيرة الكيتكان، وهم أقرباء قرية شاوة، ويعتبر مزرعة من مزارع شاوة. عدد سكانه حوالي 215 نسمة من جد واحد، ومساحة القرية 950 هكتار. موقعها على الطريق العام بين أخترين وجرابلس. تحدها من جهة الغرب قرية صندي، ومن جهة الشرق قرية جدعانية، ومن الشمال قرية شاوة، ومن الجنوب قرية حجكوسة. تتبع إداريا لمحافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي. تبعد عن حلب شمالا 55 كيلومتر، وعن منطقة الباب شمالا 23 كيلومتر، وعن ناحية الراعي شرقا 15 كيلومتر. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والكمون والعدس والحمص وخضروات صيفية، وأشجار الفستق الحلبي والعنب والزيتون والتين، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز والدجاج البلدي. وأيضا يعملون في مجال الحصادات، وأغلب أهالي القرية كانوا يعملون في حلب في مجال دهن سيارات وتصليح المحركات وتصويج السيارات وتجارة وورشات الخياطة وورشات صناعة الأحذية. مثله ومثل كل القرى الكردية تعرض لسياسات التعريب والتتريك عبر مشاريع انحلال ثقافي في قرى الكردية، ومؤخرا في الأعوام الأخيرة تعرض لتخريب وتدمير وتهجير في كل مراحل تغيرات في شمال سوريا، وأكثرها أثناء سيطرة داعش على القرية. مارسوا كافة أنواع الضغط عليهم، من اعتقالات وخطف وجرهم لدورات شرعية وسجنهم بحجة أكراد لم يعرفوا دينكم. وما زال مصير أشخاص مجهولة حتى الآن. وبعد انسحاب داعش ضمن اتفاقية بينهم وبين الأتراك وتغيير ملابسهم، ازداد المعاناة بالضغط على الأهالي بهدف تهجيرهم وتسكين غرب واستيلاء على أملاكهم وبناء مستوطنات عليها. والآن تفرض عليهم اللغة التركية في المدارس والتعامل بالليرة التركية، وحتى خطبة الجمعة في المساجد باللغة التركية، وتمجيدا لسلاطين الأكراد وأردوغان هو خلافة الإسلامية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد والأستاذ المحامي علي عبد الله كولو.